نحن خلقنا لنعبد الله، ونسأل الله أن يحقق لنا جميعا عبادته على وجه يرضيه. اللهم حقق لنا العبادة على وجه ترضى بها عنا يا رب العالمين، للعبادة. وهل نحن خلقنا لنعمر الدنيا أو لا؟ الجواب لا، ما نعمر الدنيا وندع الآخرة. نأخذ من الدنيا المتاع وما تقتضيه الحال، وأما أن نجعل الدنيا أكبر همنا فلا. ولما كان الناس اليوم جعل كثير منهم الدنيا أكبر همه، صاروا لا يبالون أن يأخذوا الدنيا بالحرام أو بالحلال. تجد الكذب في البيع والشراء، الغش، الخيانة في الوظائف، التأخر عن الحضور، التقدم في الخروج، وغير ذلك من الأشياء التي تعلم أن الذي حدا بالإنسان أن يفعل هذا الفعل هو حرصه على الدنيا.